يا ابن الحلال لا تتقيأ قدامنا. ها. كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتسوق يقول يبالغ في السواك حبايبي. طيب الحديث صحيح، يبالغ في السواك حتى يقول هكذا ورد، أو أع. لكن يا أخي الحبيب، التمثيلية هذه التي أنت عملتها وأنت الآن تضع صورة ذهنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كأنه أنت تمثله الآن، تمثل فعله الآن. هذا التمثيل ماذا استفاد الناس منه؟ يعني هل أنت قربتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حببتهم به؟ أنت تريد أن تعلمهم سنة؟ تستطيع أن تذكر الحديث كما جاء بدون أن تمثل أنت بطريقتك هذه، ويعني قد تجعل أن كثير من الناس، أنت يمكن ترى التعليقات عندك كيف كانت. فدائما الإنسان عندما يريد أن يعلم السنة عليه بقليل من الحكمة، والله المستعان. يعني هل هو كان يفعل هكذا؟ هو ورد أنه نعم لكن هكذا بهذا الصوت بهذه الطريقة التمثيلية التي أنت تتعمدها، وهو قد لا يكون تعمدها، أو واضح أنه لم يتعمدها، وإنما أدخل السواك للتنظيف فخرج منه صوت التهوع.